ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. دلوقتي بقى انا خلصت العشاء بتاعي والمطبخ بقى لقيته زي الزفت زي ما انتوا شايفين، فقلت لا لازم انضفه كده معاكم وعشان يبقى فله يرجع تاني فله. بصوا المنظر بقى يا جماعه، المنظر عامل ازاي قدامكم. البوتاجاز كمان كل ده هنضفه معاكم واخليه زي الفل. انا بحب بقى اشطف الكوبايات كده والاطباق قبل ما اغسلها. هي وقع عليها بريل لان كنت بعبي بريل يعني وقع عليها على الاطباق وكده، فتحسوا ان هي اصلا بريل، تحسوا ان هي مغسوله بس هي لسه ما اتغسلتش. ما تنسوش بقى يا جماعه تصلوا على النبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاه والسلام. انا متعوده يا جماعه بغسل المواعين وانا بخلص الطبخ كده بتاعي، بس صراحه انا ما عرفتش اعمل حاجه من دي خالص لان بنتي نزلت عياط، نازله عياط وبس هيستيري. استنوا يا جماعه اشوف مين على الباب وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسيت كنت بقول لكم ايه، هفتكر كده واحده واحده واكمل لكم الكلام. المهم يعني لغايه ما افتكر انا كنت بقول ايه. تمام، ما اعتقد افتكرت يعني. المهم بقى ايه، بخلص بقى او بخلص المواعين بتاعتي وكده وانا بطبخ يعني. بس بنتي طبعا كانت مش راضيه تسكت خالص. تمام، مش راضيه تسكت خالص، وكمان ومش راضيه تسكت ولا راضيه كمان تروح لباباها. وطبعا اضطريت ان انا طبعا كل شويه اسكتها واشيلها وكده لغايه بقى ما سكتت خالص. ماشي، فهو ده يعني اللي اخرني على ايه، على المطبخ يعني. اي واحده بقى، اي واحده عايزه تخلص شغل بيتها بسرعه تكلم اي واحده بتحبها، اختها، صاحبتها، حد قريب منها. انا طبعا لما بعوز اخلص شغل البيت والمطبخ والحاجات دي بكلم اختي الكبيره، ربنا يديها يبارك لي فيها ويديها الصحه يا رب، هي واخواتي جميعا. فبتسليني صراحه، بلاقي نفسي خلصت المطبخ بسرعه طبعا. فانتوا كمان اعملوا كده، اللي عايزه تخلص حاجه تكلم اي حد قريب، صاحبتها بقى، اختها بقى، وبس كده. لو واحده بقى فيكم مثلا تشكي همها لحد تاني تشكي همها، بص همك على همها تخلص بسرعه. فهي دي تجربتي صراحه يعني. وكده بقى يعني خلصت الاطباق بتاعتي. نشطب بقى المعالق بقى بالمره بتاعتنا كده. عندي بقى الاطقم السيراميك. الاطقم السيراميك صراحه عندي بغسل الغطيان بتاعتها بالليفه العاديه عادي او بالسلك عادي الغطيان بس. لكن طبعا الحلل السيراميك والتيفال والحاجات دي كلها طبعا مش بنغسلها بالاسبونشه دي خالص، بيبقى ليها اسبونشه مخصوصه ليها كده. تمام، بتكسروا بيها. هوريها لكم لما اخلص الغطيين اللي عندي كده. غسلت الغطيان بتاعتي كده.
كمان هنا كده. دي بقى الحله السيراميك. طبعا كلنا عارفين ما ينفعش تتغسل بالاسبونشه اللي انا لسه غاسله بيها الغطيان. ليها اسبونشه كده معينه اللي هي دي بيتغسل بيها كده. وكده كده الحله السيراميك والتيفال مش بتجيب، يعني مش بتجيب في الغسل خالص، مش بتاخد وقت، بتنضف بسرعه، هتلاقيها بتنضف معاكي بسرعه في ثانيه. بقت فله شمعه منوره. تمام كده. والتانية كمان سريعا هشطفها بس شطفة الاول كده. الاسبونشة في ثانية كده، الاسبونشة في ثانية كده بتخليها تروح فل على طول. هي برضو اتغسلت كده، مش بتجيب في الغسيل خالص يا جماعه. واهم حاجه بقى الاسبونشه بتاعتنا اللي فيها السلك من ورا كده، تغسلوها اول باول، ما تعملش السواد اللي بيحصل في الحلق. بصوا الطريقه دي كانت هتقرب تغمق، فالحقوها بسرعه كده، اغسلوها من ورا بسرعه، مش هتسود معاكم خالص. هخلص بقى انا كده بقيت الرخامه والبوتاجاز، وارجع لكم بقى اوريكم المنظر النهائي بقى عامل ازاي. وبس كده يا جماعه بقى خلصت كل حاجه اهو. صفيت بقى المواعين بتاعتي في المطبقيه، وغسلت الحوض، وخليت الرخامه فله، ولمعت الرخامه التانية بقى كده، وكمان الفرن بتاعي لمعته كمان. مش قادره يا جماعه اوصف لكم بجد نفسيتي بتبقى مرتاحه قد ايه لما بنضف المطبخ كده عندي وبخليه فله. كمان بقى عملت البوتاجاز وغسلت البراد بتاعي. تمام. لمعت البوتاجاز الحله دي نقلت فيها باميه كده، بقيت الباميه وغليتها وسايباها تبرد عشان احطها في التلاجة. هنا بقى الحوض بقى فله. انا بقى بغسل الحوض بتاعي ببريكس ده يا جماعه. بريكس ده تحفه 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 بجد. بغسل بيه البوتاجاز والحوض، بيخليه الحوض بيلمع زي ما انتم شايفين كده. وبغسل بيه، بمسح بيه الارضيات، وبغسل بيه الحمام اعزكم الله. كل حاجه بقى، تعقيم وتعطير وريحه وكل حاجه. وكمان عندي البخاخه دي كده بحط فيها ديتول وشويه ميه، وكمان بمسح بيهم الرخامه. برضو بحب ريحه الديتول قوي، تعقيم برضو. بس بريكس ده بجد تحفه تحفه تحفه، جربوه، حلو قوي قوي في كل حاجه. هتعملوا بيه البوتاجاز والحوض، هيلمع لكم الحوض وهيلمع لكم البوتاجاز وتعقيم، ويخلي لكم الحمام اعزكم الله فله بجد. تحفه تحفه تحفه. بس كده بقى، لو وصلتوا لحد هنا متنسوش بقى تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، واللايك والشير. وبس كده، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.